السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. زي ما انتم شايفين كده المطرة، الخير، الرزق الوفير إن شاء الله. اللهم اجعله صائبا نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة. اللهم اصلح حالنا وحالكم وأحوال المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. استرها علينا وعليكم والصحة علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. زي ما انتم شايفين كده الجو مطرة ما شاء الله ما بتفصلش، يعني شغال من طول الليل. وزي ما انتم شايفين كده هو مش عارفة أروح السوق ولا ما أروحش، بس طبعا أنا ما عنديش حاجة فلازم إن أنا أروح السوق. كل شوية استنى كده إن هي تبطل، ما بتبطلش، شغالة على طول ما شاء الله. المطر كتير ومش عارفة أروح ولا ما أروحش. فلحد قدام الظهر كده قلت لأ مش هينفع، لازم إن أنا أروح، لأن بصراحة ما كانش عندي أي حاجة في البيت. فما ينفعش إن أنا أقعد كده، لأن أنا يعني بصراحة التلاجة كانت فاضية وما شاء الله ما فيش أي حاجة خالص. فبعد لا كل شوية أقول هنزل، لا استنى شوية، تلاقيها بتمطر تاني، استنى شوية، يعني كنت مترددة. بس رحت كده لحقت دولت كده في آخر السوق. الطماطم زي ما انتم شايفين كده الكيلو ب6 جنيه، كانت الكيلو ونص ب10 جنيه. جبتها الكيلو ب6 جنيه ما شاء الله، حلوة وناشفة وحلوة زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا ديت حاجة آخر السوق وبرضو يعني على قدها. البتنجان الصغير ده الكيلو ب5 جنيه برضو زي ما قلت لكم. الحاجة كانت في آخر السوق، يعني لحقت دولت كده ايه شوية الحاجات دول كده بالعافية. كمان البطاطس ديت كانت الأسبوع اللي فات الكيلو ب5 جنيه، ال2 كيلو ب10. جبتها الكيلو ونص ب10، يعني غالية الأسبوع ده. واللي هي الرفيعة ديت بتاعت السليك كلها طينة. السوق كان بهدلة. الكيلو وربع ب5 جنيه. جبت كده ب5 جنيه إن احنا نعمل منها، نسلقها كده مع رز مع كشري أي حاجة، أو تسلقها وتتهكيها. بتبقى جميل. وكمان الفلفل ده زي ما انتم شايفين الكيلو ب8 جنيه، كان ب10 في آخر السوق كده كان ب8. جبت ب5 نص وتمن. والبرتقان ده جايباه ب5 جنيه برضو على قده كده بسرة. أما ده سكري الكيلو ونص ب10 جنيه. وفي الآخر كده ما كانش فاضل معايا إلا 3 جنيه، اديتهم للراجل بتاع الخاص ادالي بيهم دولت. حلوين قوي زي الفل، ومفيش حاجة ب3 جنيه، بس هو الراجل يعني ايه ما كسفنيش. معايا هنا كمان الجزر ده الكيلو كان الكيلو ب5، جبت كيلو ونص ب5. اما ما شاء الله السمك الكبير اللي انتوا شايفينه ده الكيلو ب40 جنيه. الشير اللي كنا بنجيبه ب10 وكيلو ونص ب10 بقى ب40 جنيه. والحلوة الجميلة دي بقى ب8 جنيه. يعني الراجل أول ما قلت له بكام قال لي ب10. قلت له طب اكرمني شوية، قال لي يبقى ب12. قلت له شوية كمان، قال لي خلاص تبقى ب8 جنيه. جبتها ب8 جنيه. اللهم صل على النبي. السوق كان مرمطة وكان بهدلة، والناس مش عارفة لا تمشي ولا تروح ولا تيجي، والبياعين غرقانين مية. يعني الله يصلح حال كل واحد ويقوي كل واحد على شغله، ويرزقنا ويرزقكم اللهم امين يا رب العالمين. بصراحة مرمطة وبهدلة للكل. ربنا يجعله خير ان شاء الله. دي كده كانت ربطة فجل كنت جايباها من راجل نادى على الباب، يعني مش من السوق، فجبتها قبل ما اروح السوق. فض بقى السمك بتاعنا كده. شايفين السمك ده كنا بنجيبوه الكيلو ب10 جنيه، وكيلو ونص كمان ب10 جنيه. يعني مش من فترة بعيدة ولا حاجة، بس هي الأسعار رفعت كده مرة واحدة، وربنا يصلح حال المسلمين. زي ما انتم شايفين كده معايا البطاطس هحط عليها مية. أنا رحت السوق وجيت لقيت المية قطعت، وقالوا إن هي مش هتيجي إلا 10 بالليل. ويعني ما شاء الله الدنيا ما بتبطلش مطر، والمية اللي في الحنفية قطعة. حطيت عليها كده مية وهركنها بقى على جنب، وهغسل السمك بتاعنا طبعا. اللهم صل على النبي. انا بكون مالية مية، يعني معبياها في ازايز وحاجات كده علشان لما المية تقطع بلاقيها، لان انا ما عنديش خزان فبتنفعني لما المية بتقطع. الاول كده هاخد ربطة الفجل بتاعتي كده هنضفها واحط عليها شوية مية هي كمان، واركنها على جنب علشان خاطر تنزل الطينة، تنزل اي حاجة فيها. زي ما قلت لكم الدنيا كلها طينة وبهدلة. فربنا يقوي عباده يا رب، ويقوي كل واحد على أكل عيشه وعلى مصاريف بيته ومصاريف ولاده. لأن الجو بصراحة مبهدلة والأسعار غالية، يعني البياعين هي كمان مظلومة. يعني الحاجات غالية، ما هم كمان بيجيبوها غالية. فربنا يقوي عبيده يا رب، ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، ويدي كل واحد على قد نيته. زي ما انتم شفتوا كده ده كيس البطاطس كان كله طينة. هحط بقى عليها شوية مية كده على الفجل بتاعنا واركنه على جنب.
اللهم صل على النبي. المية لما بتبقى قطعة بتبقى حوسة يعني بصراحة، لأن طول ما المية في الحنفية انت بتغسلي وبتاخدي راحتك، مش زي لما بتاخدي كده من المية المركونة عندك بتبقي مش عارفة تاخدي راحتك في الغسيل. فبنت هنا بتصب عليا علشان اغسل السمك، لأن السمك مش هينفع ان انا اصب واغسل بيد واحدة، لأن بيعوز غسيل كتير، وكمان كان كلته رملة. فقلت هي كده بتصب عليا وغسلت السمك. هو صغير ايوه، بس ما شاء الله الظهر بتاعه سمين. السمكه يعني ظهرها سمين حلوه، وكان طعمه زي العسل. حطيت عليه كده شويه من الرد اهوت، وركنت بقى الفجل والبطاطس لما يبوشوا كده براحتهم الطينه منهم. ولعت الفرن بتاعنا. ما طلعتش فوق على السطح في الفرن القش ليه؟ بصراحة الدنيا الشتاء مغرق القش كله، وما عنديش ولا عود قش ناشف ان انا اولع بيه الفرن، فمش هينفع وهيدخن، والهوا كمان هوا جديد. فولعت الفرن ده فرح مني كده، وقلت ان انا اشوي فيه بقى السمك النهارده. انا بصراحة طول ما عندي الفرن القش ما بشويش السمك في الفرن الغاز، بشوي السمك فوق. وكمان بحط البرام خبيز اي حاجه في الفرن اللي فوق. بس النهارده بقى علشان المطره اللي انتوا شفتوها ديت والجو البهدله ده، ما عنديش اي حاجه ان انا اولع بيها. فقلت ان انا اشويه هنا في الجنب مني هنا في الفرن الغاز وخلاص. ولما ربنا يصلح الحال بقى والجو ينشف شويه، ونفرد القش بتاعنا ان هو ينشف ونعمل بيه. مسحت الفرن كده ورميت شوية من الردة علشان أشوفه حمى ولا لأ، وقلبته كده في الردة بتاعتنا اهوت. هو يعني مش كبير، بس يعني الظهر بتاع السمكة سمين حلو ما شاء الله يعني، وطعمها حلو. بس بصراحة سعره غالي قوي يعني، ده كان ب10 وكيلو ونص ب10، وربنا يصلح حال المسلمين يا رب العالمين. الفرن بتاعي زي ما انتم شايفين حامي كده. اهم حاجة ما احطش السمكة الا لما يبقى الفرن حامي علشان ما ياخدش معايا وقت، وكمان ما يلزقش مني في الفرن. اللهم صل على النبي. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم، احلى اخوات في الدنيا كلها. تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله، دايما منورين ودايما مشرفيني، ودايما جابرين بخاطر. ربنا يكبر بخاطركم ويوسعها عليكم ويرزقكم ويبارك لكم في اولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده هو قفلته لحد ما اخد اللون كده، وبعد كده هقلب بقى على الناحية التانية. اخد لون من فوق ومن تحت اهوت، علشان انا معلية النار من فوق ومن تحت. هو مش كبير ان انا انشفه، ومش صغير. وقصدي مش كبير ان انا بعد ما ينشوي كده ان انا اوطي عليه النار عشان ينشف وكده من الدهون اللي فيه او المية اللي فيه. لا ده هو سمك يعني وسطاني كده. فهولع عليه النار عالي من فوق ومن تحت لحد ما ياخد اللون كله لون واحد. فهو انا زي ما انتوا عارفين انا بحب السمكة تكون كلها لون واحد، ما بحبش فيها الحتة بيضة يعني تكون ملونة ولا كده. هتقولوا له ده صغير وطلعيه، لا انا بحب لما النار بتكون عالية بتلهفه يعني، بتديله لون من فوق ومن تحت، وهو بيكون السمكة من جوه حلوة وطرية، ويعني اللحم بتاعها ابيض وحلو مش محروق ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللون الحلو ده كده تمام، مش عايزة اكتر من كده. هاخده كده اشده على طول، مش هسيبه بقى. انا قلت لكم ده صغير ما سيبوش ان هو ينشف ولا حاجه. ما شاء الله شايفين لونه جميل وزي الفل اهوت، والسمكه طالعه معايا طريه وزي العسل. هعمل بقى همسح الفرن بتاعي طبعا اكيد ورا كل حاجه. بستخدم الفرن لازم امسحه كده علشان خاطر يبقى معايا نضيفه زي الفل ومفيش حاجه لازقه فيه، ولما اجي اعمل فيه اي حاجه المره الجايه يبقى ما شاء الله عليه نضيفه زي الفل. كده خلاص انا خلصت. هتقولوا ما حطيتش برام ليه؟ ما حطيتش برام لان انا ما كانش عندي الا شويه لبن صغيرين ما ينفعوش للبرام. انا دايما بحب احط البرام ورا السمك، بس ما عنديش لبن يكفي. جبت قماشه كده ومسحت مكان الميه اللي كانت نازله من الفرن، وخليتها زي الفل كده. والسمك بتاعنا ما شاء الله طري وجميل وزي الفل وبيدخن. شايفين السمكه طريه مش ناشفه ولا محروقه ولا اي حاجه. الرده دي بقى هعينها كده علشان اعمل بيها اكل للطيور بتاعتنا. وهغسل الاول كده الفجل لانه هو منقوع بقاله شويه، ما ينفعش اسيبه في الميه اكتر من كده. وهغسله غسله نظيفه، مش معنى ان الميه قطعه ان انا تسلقه وخلاص، لان بصراحه الخضار كلته اليومين دول طينه ورمله. فلازم ان احنا نغسل الحاجه كويس علشان صحتنا وصحه ولادنا. غسلت الخضار بتاعي وحطيته في طبق بلاستيك كده عشان يصفي المية بتاعته، وكمان شوية رز كده غسلتهم وحطيت عليهم شوية زيت وشوية اللبن اللي كانوا عندي.
وولعت عليهم النار، حطيت لهم ملحهم. شوية الرد اللي كانوا فاضلين مني دولت قطعت عليهم رغيفين عيش بايتين كده، واخدت عليهم شوية برسيم ده انا بخرطه كده للطيور. هاخد بقى نعمل بقى كده اكل للطيور بتاعتنا، علشان نحط لهم كده على ما الرز بتاعنا يستوي يكون انا حطيت الاكل للطيور. خدت المية اللي انا غسلت منها الرز ما كبتهاش علشان المية قطعة، فحطيتها في حلة علشان اخدها معايا على فوق لفوق على الاكل الطيور، لان هطلع الاقي الحنفية ما فيهاش. فاخدت المية اللي انا غاسلة بيها الرز. دايما كده لما اكون المية قطعة، المية اللي انا بغسل بيها الرز ما بكبهاش، بفضيها في حلة علشان خاطر احط منها للطيور، يا اما يشربوا منها يا اما احط منها على الاكل بتاعهم كده. حطيت شوية من الرجيعة أو شوية من السيرس، وقلبتهم كده مع العيش مع شوية الردة اللي كانوا فاضلين مني مكان السمك. طبعا احنا مش بنرمي أي حاجة، أي بواقي حاجة من المطبخ احنا بناخدها معانا للسطح للطيور. تنظيف خضار، أي حاجة موجودة مش بنرمي أي حاجة. قلبتهم كده وحطيت عليهم شوية من العلف البياض علشان ربنا يكرمنا ويبيضوا كده. طبعا انتوا عارفين البيض غالي، وما شاء الله سعر البيض دلوقتي التلاتة ب10، والبيض الفلاحي الواحدة ب4 جنيه. فانا حطيت لهم شويه علف بياض كده عشان ربنا يكرمهم ويبيضوا. بس بصراحه الجو تلج يعني. ده السبب ان هم الفراخ ما بتبيضش في الايام دي بيض كتير، وبسبب كمان ان البيض بيكون غالي في الوقت ده، لان الجو الساقع ده الفراخ مش بتبيض قوي. فعلشان كده بيكون البيض غالي في الوقت اللي احنا فيه ده. كل سنه في الوقت اللي احنا فيه ده بيكون سعر البيض غالي، علشان خاطر الفراخ ما بتبيضش في الساعه ديت. لكن في الصيف البيض بيكون متوفر وبيكون ارخص بكتير. حطيت لهم الاكل بقى كده وهقفل عليهم، وهنزل بقى نشوف الرز بتاعنا. ما شاء الله اهوت زي ما انتم شايفين الرز حبايه مفرفره، وشويه اللبن اللي انا بحطهم دولت بيخلوا طعمه زي العسل وريحته جميله. قلبته كده لان انا حاطه له شويه الزيت اللي انا حطيتهم، مش هحط له اي حاجه بقى. عندك حته سمنه حطيها، ما عندكيش يبقى كده فضل ورضا. شويه اللبن بيقوموا بالواجب. دول شويه رز كده كانوا عندي بيتين، مش هرميهم لان طبعا الرز غالي وكل حاجه غاليه. انا كنت عاملاهم برضو بلبن زي دولت، عشان كده تلاقوهم ان هم لونهم حلو كده ومفرفرين وزي العسل. هحطهم على الوش كده واغطيهم وهيبقوا زي الفل. مش هنرمي اي حاجه. معايا هنا التمليحه بتاعتي، ضربت هنا في الخلاط كام فص من الثوم، وقرن فلفل حامي، وقرن فلفل بارد، وليمونة. وحطيت معلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الملح. مش هحط شطة علشان هي فيها شطة. وهسيبها كده لما تغلي وندوق التمليحة بتاعتنا. لقيتها مظبوطة ما شاء الله. هنزل بقى بالسمك وهوطي النار لحد ما احط السمك بس. وبعد ما احط السمك كده وخلاص واغطسه في المية، هطفي النار تماما. انا مش محتاجه ان هو مش عايزاه يغلي ولا اي حاجه. انا يا دوب بس كده هغطسه في الميه واطفي النار نهائي، واغطيه بقى واسيبه كده لما القشره بتاعته بقى تعرق كده وتبقى ما شاء الله. الناس اللي هتقول لي انت بتطلعيه من الفرن ما بتملحيش على طول ليه؟ لان انا بكون شاويه يعني مثلا الظهر، واحنا بناكل المغرب. يعني احنا مش اكلنا مش الظهر زي جميع الناس يعني، لان احنا فلاحين وكده. فاحنا بناكل المغرب، فبكون شاويها الظهر فيكون برد مني. عملت هنا شوية من السلطة كده حاجة على القد، والسمك بتاعنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين القشرة بتاعته لما بتغطي عليه شوية دولت القشرة بتاعته بتتقشر لوحدها كده وتبقى زي الفل. زي ما قلت لكم انا بملحوش على طول علشان احنا بناكل المغرب مش بناكل الظهر. الوجبة الأساسية بتاعتنا بتكون المغرب. شايفين القشرة بتاعته ما شاء الله بتطلع لوحدها هيت، والسمك زي الفل وريحته جميلة ما شاء الله. وكمان الرز بتاعنا اللي كان بايت اهوت شايفين ما فرقش ابدا، لا من البايت ولا من الصابح ما شاء الله لما سخن معايا. احنا ما نرميش اي حاجة في الايام اللي احنا فيها ديت، وربنا يعديها على خير ووسعها علينا وعليكم. شايفين شوية اللبن اللي انا حطيتهم؟ تقوليش رز كده انت عاملاه في الفرن كده برام. وكمان المخلل اللفت الاحمر الحلو ده، والخضار بتاعنا، وما شاء الله حاجة كده. ربنا يديمها علينا ويحفظها من الزوال. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أحلى أخوات في الدنيا كلها.